ده بالجزمة، بقول تاني بالجزمة. لا سقف لما يمكن سماعه أو مشاهدته على بعض قنوات التلفزة المصرية، خصوصا بعد انقلاب 3 من يوليو. فضاء مفتوح تكال فيه الشتائم بوتيرة غير مسبوقة في التاريخ المصري الحديث على الأقل. كيف لا؟ ونجوم الإعلام الجدد محامون وقضاة ولاعبو كرة قدم معتزلون ومذيعون سابقون وكتاب صحفيون يريد أن تجمع مصر بين زوجين، الزوج الأول الإخوان والزوج الثاني ثورة يونيو المباركة. كيف تجمع مصر بين زوجين؟ محمد أبو سمرة. النجوم الجدد والذين يجنون الملايين أصبحوا يتحكمون في توجيه الرأي العام عبر العزف على ثنائيات مثل الولاء والخيانة والخير والشر والسلام والإرهاب. أوسخ من كده مفيش، عمري ما شفت أوسخ من كده. التدقيق في سيرة النجوم الجدد أو بعضهم على الأقل يحيل إلى ارتباطات قديمة ومتجددة مع أجهزة الدولة، خاصة الأمنية والاستخباراتية منها حسب كثير من المتابعين للشأن المصري. التقت مصالح هؤلاء أو بالأحرى مصالح رجال الأعمال الذين يمتلكون هذه القنوات الفضائية مع السلطة الجديدة، مما أفرز مشهدا إعلاميا لا مكان فيه للحيادية والرأي الآخر وأصول المهنة، بل انخرطوا في شيطنة الخصم، وهذه المرة هم مناهضو الانقلاب، وباتوا يهددون كل من تسول له نفسه الوقوف على مسافة واحدة من طرفي الأزمة ونقد الانقلاب من حيث المبدأ. زي ما انت اديت للإخوان أسبوع كده بناء على إرادة الشعب، أنا بديك أسبوع بناء على إرادة الشعب. إما أن انت تطهر الطابور الخامس، وإما أن يكون هناك ما يعلمه الله. لم يكتفي الإعلام المصري بالاصطفاف إلى جانب السلطة، بل أصبح يزايد على الانقلاب نفسه من خلال الحث على تسريع خطوات استئصال الآخر والإيقاع بينه وبين المجتمع. لا يتعلق الأمر بمقدمي البرامج فقط، بل ببعض الضيوف ممن ينتمون للنخبة المثقفة بمختلف تخصصاتها، والذين يغذون مناخ الكراهية السائدة حاليا. الأدهى من ذلك أن دائرة الخصوم والمستهدفين اتسعت لتشمل رموز الثورة 25 من يناير والمدافعين عنها باعتبارها الثورة الأصل، والاحتفاء بما بات يعرف بالثورة البديلة أي 30 من يونيو وما تبعها من إجراءات وقرارات.